بعد كده 3 4 ساعات وان شاء الله ان شاء الله. اطلع بالسلامه. ساعات تعبانة ومش قادرة تقف على رجليها تاني، وعملت عملية والتعب مأثر على كل حتة فيها، ووقفت فيديوهات طبخ لحد ما ترجع بالسلامة، وطلعت منهارة بسبب انتقادات متابعينها. يا ترى إيه اللي حصل مع الشيف فاطمة سالم صاحبة مطبخ فاطمة؟ ايه سبب تعبها؟ وليه بنتها البلوجر صدفة ما راحتش معاها المستشفى؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. ست ملهاش في الدلع وبتحب الجد، وعندها مطبخها رقم 1 ودايما على سنجة 10، وما فيهوش حاجة واحدة بس في الحوض بتاعها لحد ما اتحسدت وما بقتش تقف على رجليها خالص. كلامنا هنا عن الشيف فاطمة سالم صاحبة بيج مطبخ فاطمة، واللي اتصدر الترند خلال الساعات اللي فاتت بسبب تعبها واللي مأثر عليها ومخليها ما تنزلش فيديوهات، وحرمة متابعينها من وصفاتها الخطيرة. فاجأت الحاجة فاطمة متابعينها وهي على سرير العمليات وبيجهزوها عشان تقدر تقف على رجليها تاني، وأولادها كلهم ما عدا صدفة ما كانتش معاها، اللي اختفت خالص وما كانتش موجودة مع مامتها في أكتر وقت هي محتاجاها فيه. ولما المتابعين سألوها قالوا لها إنها في البيت بتجهزه عشان لما مامتها تيجي بالسلامة يكون رايق وفي استقبالها. وأول ما دخلت كانت قلقانة ومتوترة من اللي هيحصل معاها جوه، خاصة وإنها مش أول مرة تعمل عملية في رجليها. وبعدها بكام ساعة خرجت وكان بناتها مستنيينها بفارغ الصبر، واستقبلوها وشايفين قد إيه شكلها حلو ووشها منور بعد العملية. وأول ما خرجت فاطمة ورجعت بيتها ظهرت من جديد بس وهي قاعدة على كنبة ومش بتتحرك من التعب، ورجليها ما بتتحركش من كتر التعب اللي هي فيه. وقالت إن العملية هيبان أثرها خلال الفترة اللي جاية وتبقى أحسن من الأول. وطمنت جمهورها إنها هترجع لهم بالسلامة وتعمل لهم كل الوصفات والخلطات اللي الناس طلبوها منها الفترة اللي فاتت. ووجهت رسائل لكل حد انتقدها وقال إنها طلعت في فيديو تعبها علشان الترند وعلشان تتاجر، وقالت بالنص بلاش تحبطوا فينا، احنا بنتكلم معاكم من القلب للقلب وما بحبش اخبي عليكم حاجه مش اكتر. ولما قلت انا عملتها في مستشفى خاص الكل قعد يقول معاكم فلوس، والفلوس ظهرت من السوشيال ميديا ومعاكم ملايين وفلوس كتير. ورديت عليهم وقلت لهم مش لازم نحكي ونقول جبنا الفلوس منين، احنا تعبنا قوي في حياتنا وكفايه كومنت سلبيه. الشيف فاطمة كمان دخلت في موضوع تاني غير تعبها وزعلها من متابعينها، وهو لما اتكلمت عن الأرض بتاعتها واللي لما طلعت وقالت إنها هتقرر تبنيها مسجد، الناس اتهمتها إنها عايزة تلم فلوس من المتابعين. فهي ردت بكل صراحة وقالت أنا كنت بفضفض معاكم كأهلي وصحابي، لكن أكيد ما أقصدش إنكم تدوني فلوس، أنا بس كنت عايزة اقتراحاتكم أبدأ خطوة إني أبني الأرض إزاي مش أكتر ولا أقل. وهنا المتابعين كتير حاولوا يدعموها اللي بيحبوها وقالوا لها ربنا يقويك بالسلامة وإن السوشيال ميديا وحشة من غيرها. وفي طبعا اللي انتقدها وقال لها ما تبينيش زعلك من المتابعين، وطول ما انت على السوشيال ميديا هتلاقي الحلو والوحش، مفيش حاجه مستاهله التعب والزعل في نفس الوقت. واللي ما تعرفوش عن الشيف فاطمه فهي من عيله كلها بلوجرز وبتعشق المطبخ، عندها كل اسرار الوصفات بتاعت ستي وستك، ومفيش اكله صعبه عليها وبتعمل كل حاجه بالحب. فاطمه زي ما بتعمل اكلات ووصفات هي كمان بتعمل تحديات وفلوجات بروتين يومها مع بناتها، ومنهم البلوجر والشيف صدفه اللي فيديوهاتها بتجيب ملايين المشاهدات. يا ترى تفتكر الشيف فاطمه معاها حق تطلع تتكلم مع متابعينها في اللي مزعلها منهم، ولا كان المفروض تسكت وتتجاهل الموضوع؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.